ايه يلا اهلا ابا اتفضل فوت. بدك تفوت بسرعه يا زلمه. يا زلمه ليش اليوم ما رحت لعندي؟ لك انا بتعرفني انه هون على الضيعه ما بستجي رجي، بس اليوم غيم قلت. الحمد لله غيم طلع طياره ما في، بدي يطلع لقاء كثير كويس وكثير ضروري ولازم نشوفه. لمين؟ رئيس الكتله السوري المعارضه في الخارج، زي من هون من جوا وطلع لبرا السلام، كلها حراميه زي خيف فوت لا بلكي بيطلع منه خير. اهلا وسهلا. نلتقي اليوم مع الاستاذ الدكتور محروم وقع بكروم، رئيس الكتله الثوريه السوريه المعارضه في الخارج، ليحدثنا عن هذه الكتله وتشكيلها واعضائها وما ترمي اليه من اهداف. اهلا وسهلا دكتور محروم. اهلا وسهلا بكم استاذ. ضيف عزيز في برنامج بكفيكن سرقه يا احلى رفقه، وبحب نوه انه هاللقاء منقول ايضا على قناه سرقتونا ونهبتونا ولعنتوا امنا ابونا. نعم. وايضا على قناه اللي ما بيخاف الله خاف منه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على صفحه شبيحه للاسد برا البلد. تفضل دكتور محروم. شكرا استاذ. طبعا اول شيء انا بحب رحب فيكم كثير بمنزلي المتواضع جدا في باريس. استاذ بالنسبه للظروف القاهره اللي عم بمر فيها شعبنا السوري في الداخل، نعم. وحتى لا يشعر شعبنا في الداخل انه نحن غير مهتمين به وبالوطن، ارتأينا تشكيل هذه الكتله من اجل مساعده ومساندة شعبنا السوري في الداخل الصامد الجبار لكل ما نستطيع من قوه، والله طبعا ولي التوفيق. طبعا دكتور محروم، هلا ذكرتنا باعضاء الكتله؟ استاذ اعضاء الكتله طبعا اول شيء عندك انا، واعوذ بالله من كلمه انا، نصبت حالي عفوا انتخبوني كرئيس لهذه الكتله. وعلى فكره استاذ اعضاء الكتله كلها تاريخهم مشرف وسمعتهم مثل المسك. من ضمنهم طبعا الانسي امال معبي جيب اموال، والانسي آلاء مصاصة الدماء. نعم. عندك الاستاذ عبد الله ما بيعرف الله، وعندك الانسي عيوش قد ما فيك هبوش. نعم. وعندك الاستاذ بلاع البلهموطي، طبعا حبيب الاستاذ بلاع، وسلمته وزاره الماليه الاستاذ بلاع. وعندك الاستاذ انيس ابو التلهيس، عفوا انيس ابو التنجيز، طبعا سلمنا الاداره العامه في الكتله. نعم. في الحقيقة أستاذ مبين من هالأسماء أنه إن شاء الله أنتم راح توصلوا الشعب السوري لبر الأمان. نعم. وتتجاوزوا الفساد اللي حصل بالائتلاف وما يسمى الحكومة المؤقتة. أقسم بالله يا أستاذ أنا ما باكل وما بنام في منزلي المتواضع هذا لحتى أعرف أنه المواطنين في المخيمات أكلوا وشربوا. كل ما بيموت طفل في سوريا وكل ما بيموت شهيد بحسه أبوي أو أخوي، أقسم بالله يا أستاذ. دموعك غالي علينا دكتور محروم. شكرا أستاذ. أنا حارم حالي من كل مستلزات الحياة، أنا حارم حالي من الاستجمام، لك حتى أطفالي ما بطلعوا على الحدائق، ما بخليهم يشغلوا التلفزيون تضامنا مع أطفال الوطن. كلك إنساني دكتور محروم. كلمة أخيرة إذا سمحت. أقول إلى شعبنا في الداخل وحصرا المجاهدين والمقاتلين على الجبهات، سيروا ونحن معكم، نحن إن شاء الله سيف في ظهركم. وأنا بقول لكم نحن إن شاء الله بدنا نساعدكم بكل شيء بنحسن نسخوا عفوا بكل شيء بنحسن نحصله من باقي الشعوب ونبعث لكم إياه كدعم من أجل القضاء على الثورة، عفوا من أجل القضاء على بشار الأسد، والنصر لثورتنا والرحمة لشهدائنا. شكرا كثير دكتور محروم. عفوا. فرصة سعيدة. شكرا كثير. شكرا. يا حبيبي يا يما يا حبيبي. لك ابو الجماجي. ابو الجماجي. ابو الجماجي قال شو طلع من الداخل للخارج، خلص سرقه جوا في سوريا، طلع لبرا بده يستلم من برا. اربح عم يشحد عدمنا مثل ما شافهم عم يشحدوا علينا، لك الشغل اربح من هون. لك والله طالما مصاصين هالدماء موجودين هون ثورتنا صعب تنتصر. انا وقت اللي بقول لك لا يغير الله في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم، والله بكون صادق. انا مظبوط ما حد برد علي. يخرب بيتك وجه البوم اليوم في غيم. لا خلي سيخوي خلصت تصوير سي دي؟
ايه خلصنا خير. سيدي حجزت لك طيارتك بعد 4 ساعات، طيارة خاصة ب 30,000 دولار. ب 30,000 دولار؟ معناتها حجز لي طيارة بوينغ. بوينغ سيدي، ما لقيت غير هالطلب يا سيدي. انت كنت مستعجل وهيك طلبت مشان تروح استجمام وتريح راسك انت والولاد. اشو؟ روح استجمام؟ لك انت حمار، ولك مو قلت لك 2000 مرة ما بتقول قدام حدا انه رايح انا استجمام؟ يا روحي بتقول لهم انه انا رايح عندي شغل بدي اروح قيبل وفود مشان نجيب دعم لتدفئة المخيمات. حاضر سيدي. طلع اليوم عندي سهرة كتير مهمة وعيمل عزيمة. بتروح هلا بتوصي لي على خروفين مكتفات، 20 ديك رومي محشي، فاهم، سكالوب. كمان بتروح بتجيب لي شغلة 4 كيلو حمام و4 كيلو كباب و6 كيلو شقف و10 كيلو كبة محشي وشغلة 15 كيلو كبة بسفرجلي، وكمان بدي كل توابعهم معهم، فهمت علي؟ وزائد لحمة بكرز ولحمة محلاة وأوزي. ماشي؟ يلا توكل على الله. حاضر سيدي.